هاد الرسمة اللي قدامكم كتخفي وحدة من أرعب القصص واللي من المستحيل أنك من بعد ما تسمعها تنعس وانت مرتاح. هاد الرسمة لقاوها الأطباء في غرفة الطفل روني اللي كان كيعاني من مجموعة من الأمراض العقلية مباشرة من بعد ما اختفى في ظروف غامضة سنة 1980. الغريب أن خلف هاد الرسمة كانت مكتوبة واحد الرسالة اللي كتخلع بزاف. كنت كنتمنى أن اللي يقرا لي قصص ما قبل النوم يكون إنسان وماشي ماعز شيطان. والمرعب كتر أن الممرض اللي لقى هاد الرسمة أكد أنه شم واحد الرائحة مجهدة بزاف بحال الرائحة اللي كتكون في حظيرة الحيوانات، وبالنسبة للباب فراه كان مسدود من الداخل. واللي كيزيد يخلع في هذه القصه هذه ان اداره المستشفى قررت انها تسد الجناح كله، لان من بعد هذه الحادثه ديال روني جميع المرضى اللي كانوا في ذاك الجناح اكدوا انهم كيسمعوا كل ليله مع منتصف الليل صوت حوافر جميع الممرات مع واحد الضحكه اللي كتخلع بزاف وكتشبه لصوت الماعز.